الوضع في الزمالك من أسوأ لأسوأ، كل ما تفتكر إن ده أسوأ حاجة ممكن توصل لها في نادي الزمالك تلاقي أسوأ، الزمالك يفاجئك بحاجة جديدة، بسيناريو جديد، الزمالك أصلًا بدأ أزمته ديّة بإيه؟ بسحب أرض أكتوبر، بعد كده إن هو مش عارف يدفع مستحقات اللعيبة، بعد كده دخلنا إن جاي عليك قواضي كتيرة جدًا على نادي الزمالك، وإن اللعيبة إيه؟ رافعة قواضي وعاوزة فلوسها، اللعيبة اللي مشت من زمان، واللعيبة اللي هم من سببهم برضُك فسخوا عقدهم ومشوا. بعد كده دخلنا على ايه وقف القيد، بعد كده دخلنا ان اللعيبه مش عاوزه تنزل التدريب اصلا، بعد كده دخلنا ان احنا نلعب بالناشئين. وهو الاوحش بقى في حوار الناشئين ده ان انت ما بتلعبش بمزاجك، انت غصب عنك جاي قنص، اللعيبه مش عاوزه تلعب، اللعيبه ما بتاخدش فلوس ولا اي حاجه، زي ما ابراهيم فايق كده طلع وقال لك ان في قسمين في نادي الزمالك، في لعيبه عاوزه تلعب وفي لعيبه مش عاوزه تلعب، في لعيبه بتقول لك الزمالك خرع علينا، ولاعيبه تانية بتقول لك لا يا باشا ما عادش هنزل ولا هلعب الا ما اخد الفلوس وكل حاجه. ازمات ورا ازمات، كل ما تفتكر ان سيناريو الزمالك خلاص يعني مفيش اسوأ من كده تلاقي سيناريو جديد اوحش. ففي فجر على نادي الزمالك، والله في فجر، ارض جديده لنادي الزمالك خلاص في الرتوش الاخيره، وكل نادي الزمالك، نادي الزمالك في اول المشكله كان اتعرض عليه ارض قدام ارض النادي الاهلي واستاد النادي الاهلي في زايد، ولكن نادي الزمالك رفض وقال لك ان الاستادين هيكونوا في مكان واحد وهيحصل مشاكل وكلام من ده، والزمالك كان رفض الأرض البديلة اللي في زايد قدام النادي الأهلي. بعد كده الزمالك اتعرض عليه أرض تانية في أكتوبر جنب الأرض اللي هم سحبوها، فالزمالك كان عنده نظرية يعني أنت سحبت مني أرض في المكان ده وراح تديلي أرض تانية، إيه المشكلة في الأرض القديمة يعني عشان ما تسيبها ليش؟ وبالذات إن أنتوا كله طالع ويقول لك إن ما فيهاش مميزات، ما فيش راجل أعمال عاوزها، ما فيش حد محتاجها، بس هو مسكوا في حتة إن هي أرض النادي الزمالك ومشاكل وخلاص نخش فيها. البشرى السارة لنادي الزمالك إن اتعرض على نادي الزمالك أرض تالتة، وهي الأرض اللي هي هتكون على حدود أرض إيه التجمع الخامس، وإن الزمالك في الرتوش الأخيرة وهتسجل باسم نادي الزمالك، والزمالك يقدر يطلع لها عضويات ويقدر بقى إن يظبط الدنيا ويعمل استاد وكل حاجة برضه. الزمالك كان اتعرض عليه أرض رابعة بس الزمالك كان رفضها رفضا تاما، اللي هي على أرض ناحية الفيوم، وإن هي بعيدة عن الأعضاء وإن الأعضاء يروحوا مسافة كبيرة عشان الأرض والكلام من ده. فالزمالك وبشرى سارة إن الزمالك في الرتوش الأخيرة هيسجل أرض باسم نادي الزمالك على حدود التجمع الخامس. في موضوع تاني كمان عاوزين نتكلم فيه، هو حوار إن الزمالك هيرجع يتضرب في 100 عقبة ولا مش هيرجع يتضرب في 100 عقبة. كل الأخبار اللي كانت طالعة بيقولك إن الزمالك خلاص مش قادر يدفع مصاريف بتاع الكلية الحربية، وإن الفريق لازم يرجع تاني 100 عقبة. تيجي تكلم الإدارة بتاعت نادي الزمالك يقول لك اللي خلاص احنا بنجهز 100 عقبة وإن الفريق هيرجع تاني يتدرب في 100 عقبة. تكلم بقى ان المسؤولين عن اداره الكوره وجون ادوارد والكابتن ناصر يقول لك مفيش الكلام من ده، احنا مش هنتنقل من الكليه الحربيه. انا عاوز بس اوصل لك التخبط اللي جوه نادي الزمالك، مفيش تواصل بين الاداره بتاعه الكوره والاداره ومجلس الاداره. شوف وصلوا لايه، لدرجه ان هم في المجلس بيجهزوا الاوض، وان هم بعتوا حد عشان يشوف الاوض، وان ايه الحاجه اللي هيحتاجها الفريق الكوره عشان الفريق يكون متكامل، اوض اللبس والملعب والكلام من ده. تيجي تسأل الإدارة المسؤولة عن الكورة يقول لك مفيش الكلام ده، احنا مش هنتنقل من كلها الحربية. كمية اللخبطة اللي عند نادي الزمالك مش طبيعية والله العظيم.